بسم الله وعلى بركة الله. بعد مدة طويلة من الغياب راني رجعت، وإن شاء الله ما تكونش أسباب أخرى تخليني نبعد عليكم مدة طويلة. هذا راجع لي لأسباب شخصية ما خلتنيش نزيد ندير فيديوهات، رغم أني نحب نصور أي حاجة نعرفها وأي حاجة نديرها نصورها لخواتاتي، منها نستفيد كامل منها ونجربوا من بعده شوية على الروتين تاعنا اليومي تاع الطياب. أي حاجة نبدلوا فيها ولو كان حاجة قليلة. راح ندير لكم أطباق عصرية وأطباق تقليدية دائما بإذن الله راح تكون حاضرة، لأن التقليدي تاعنا رانا ما نفرطوش فيه. تاع جميع الدول العربية راهي ما شاء الله، وانا نحب دائما كي نشوف نجرب، وبصراحة راهو يعجبوني بزاف الأطباق التقليدية أكثر من العصرية. حتى القهوة هذه اللي رانا نشربوا في اللي حطيت لكم فيديو راني نشرب فيها راهي قهوة تقليدية، نقولوا لها قهوة الجزوة. راهي قمة. نطيبوها كما قلت شفتوا راني نحط شويه ماء ونحط الغبره. كاين اللي يحب يديرها بارد على بارد، وكاين اللي يحب حتى يغلي الماء ويحط القهوه تغلي ليه ونحيوها مع قطيره تاع زهر. ما شاء الله راهي ترد الروح كما نقولوا حنا، تحللنا عينينا. انا من عشاق القهوه ونحب القهوه بزاف، ما نقدرش نستغنى عليها. على الاقل نشرب 2 كيسان، عفوا 2 فناجل 3 في النهار. القهوه راهي متعة، وتجيني خير من تاع البراس، وتجيني خير من تاع الكبسولات. يا نطيبوها في البريق كيما زمان، يا في الجزوة، وهذه راح تكون تاع الجزوة كمية قليلة ماش كيما نقولوا البريق، على حساب العائلة. نبداو على بركة الله. لهنا عندي كمية من الدجاج نحيت لها الصدر، أنا وليداتي ما يحبوش الصدر طايب، يجيهم شايح داير كل مرة كل ما نطيبه ما يحبوش ياكلوه. ما لا أحسن حاجة دايما نفضل أني ندير لهم طرق أخرى باش يقدروا ياكلوه. كيما اللي أنا راكم تشوفوا فيا راني نقص فيه شرائح. السمك يكون ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين، لان راح نديروا له نتبلوه ونزيدو نحطوه كيما راهي وصفه معروفه في العظام. وستو نديروا له في العشابلوغ الخبز المرحي، وراح يعطيه ذوق رائع. وهنا التتبيلات راهي تختلف، وكل وحده كيفاش تحب دير التتبيله تاعها. المرة هذه راني جبت لكم تتبيلة سهلة، وكل مرة بإذن الله راح نبدل لكم كيفاش نديروا البهارات وكيفاش نتبلوا السكالوب. راهي عدة طرق كيما تشوفوا فيا لهنا. راهم هذوك الطرف الصغار اللي بقاو راني نحيتهم وحطيتهم في صحن وحده خلاف باش نديرهم بطريقة أخرى. راهي عدة طرق راح نديرها لكم المرة هذه، وبإذن الله المرة الجاية ولا كتب ربي بإذن الله راح تكون طرق أخرى. راني درت كمية لا بأس بها، نقولوا قسم ياكلوا وليداتي. وراح ندير لكم كما قلت لكم حوايج اخرين. هادو الطراف الصغار راني نحيهم ونقصهم ونحطهم. من بعد ما كملت الشرائح تاع السكالوب راني راح ندير لهنا الشاورما. نقص ثاني كيف كمية تحبي ديريها شرائح طويلة، تحبي تقصيها مكعبات كيما تحبي الطريقة اللي تفضليها انت. انا درتهم شوية كبار ما حبيتش نديرهم صغار. حتى لهنا الشاورما راهي تعجب وليداتي. كما قلت لكم احنا نديروا الحاجه اللي ياكلوها افراد العائله، ما نديروهاش باش نرميوها. انا صدر قلت لكم كيما نطيبوا ما يحبوش ياكلوه. احسن حاجه بهذه الطريقه راهم ياكلوه وليداتي تعجبهم. ندير لهم واش يعجبهم بكل صراحه. نحب ندير حاجه اللي تتكل ماشي اللي تترمى. نقصوا الكميه كما قلت لكم راهي كميه عندي كبيره تاع الصدر تاع الدجاج، راهم 4 دجاجات. فصصتهم نحيت الصدوره وحدهم ومن بعد قصيت كل حاجه وعندي واش ندير بها. من بعد ما كملت الشاورما هذه هي الكميه اللي حبيت نديرها شاورما، لاني عندي من قبل راني حاطتها في المجمد. عندي كميه مليحه، درت لهذه الكميه القليله كما راكم تشوفوا باش نعزلكم الطريقه فقط. لهنا عندي البهارات كما راكم تشوفوا. عندي كل حاجه تقريبا نخدمها انا في الدار. لهنا عندي فلفل حار، فلفل كحل، الكركم، البصله بودره والثوم بودره والملح، الخردل المطارد وياورت. طبيعي
هذه هي البصلة كما قلت لكم انا نحب نديرها في داري، راهي مجففة في الشمس. في الصيف راني ندير الثوم كذلك نحطه في الشمس. نتبل انا دائما التوابل تاعي تقريبا كلشي نخدمه عندي في الدار. الشمس نديرها شرايح نحطها في عفوا البصلة نديرها شرايح نحطها في الشمس كي تكون الشمس سخونة تاع جويلية حتى الجوان راه يكون الحال سخون بزاف، نيبسهم ونخبيهم نخدم بهم بالعام. راني زدت ضفت نص مغرفة كما نقولوا مغرفة صغيرة تاع مطارد، ولا هنا نزيد نحطو الياغورت الطبيعي. وبالتتبيل دائما يرجع ليك انتي واش تحبي تتبلي الحاجه اللي حابه تاكليها. انا دائما نقول نطرح الفكره وانتوما ديروا واش تحبوا تاكلوا، التوابل اللي تحبوها راهي مجرد فكره، وانتي ديري الحاجه اللي تحبيها واللي ياكلوها افراد العائله. ما لازمش نتقيدوا بنفس الوصفه، راهي مجرد فكره وانت حره وديري واش حبيتي واش يحبوا تاع العائله تاعك ياكلوا. انا هذه هي الطريقه اللي نتبعها في داري، راني نشوف حاجه كي تعجبني راني نديرها باش ياكلوا تاع الدار تاعي افراد العائله تاعي واش ياكلوها. ما لازمش نتقيد بنفس الوصفه. بكل صراحه كاين بعض الوصفات ما نقدرش ندير كل شيء باش يحطوه هما، خاطرش افراد تاع العائله تاعي ما ياكلوهش. ما لا احسن حاجه ندير واش ياكلوا داري. لهنا هذه طريقه خلاف هذه تاع الشرائح تاع السكالوب اللي درناهم قبيل. درت سنينه ثوم، لهنا مغرفه صغيره تاع ملح، فلفل الكحل، مطارد اللي هو الخردل، وهذا دبس الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر هذا الحلو ماهيش هريسه. كي عندي شريت الفلفل الحلو احمر بقى لي احمر طيبته عادي. باذن الله راني نديره لكم في فيديو خلاف، ولا هنا تبلي به راه يجي ذوق رائع، راه يزيد لك البنه في كل حاجه، راه يعطيه بنه خاصه. كما قلت لكم انا كل شيء نحب نديره في داري، سواء هريسه ولا بصل بودره ولا ثوم بودره، حتى المعدنوس كيف نفس الشيء راني نيبسو ونخدم به. المره هذه راه لانه خلصني ما درتش منه. حتى الفلفل الطرشي نديرو، الزيت وكل حاجه نحب نديرها بيدي ونخبيها وقت ما نحتاجها نجبدها. نديرو الدرسه تاعنا هذه راهي تجي هايله. جبنا الخبز المرح اللي هو لا شابلور، حطينا العظام راهي الكميه اللي درتها راهي دات لي 5 عظمات. انا كيما شفتوني راني ما درتش الحار فيها بصح من بعد زدت شويه العظام، راني حطيت لهم الفلفل الاحمر الحار باش تجي نسمه برك ما تكونش حاره بزاف. وهذه ترجع لكم نفس الشيء، اللي حب الحار بزاف راه يحط في التتبيله ويحط في العظام راح تجي هايله بطبيعه الحال. وانا هنا عندي الخبز اللي يبقى لي نحمر شويه في الكويزينيير ونرحيه. كما قلت لكم راني ضفت شويه فلفل حار. نخلطه مليح. ولا نبداو في التتبيله، نحطو كميه مليحه على الجهتين. ولا هنا بلا ما نديرو الفارينه راني حطيتها المره الاولى في العظام ومن بعد نحطوها في الخبز اليابس. وهذه الطريقه نديروها مرتين باه يكون يجي يتقرمش بزاف. احسن حاجه عاوديها مرتين راح يجي هايل. كيما راكم تشوفوا هاي الطريقه سهله وتجي بنينه هايله.
نحطوه ينشف شوية حتى نكملو الكمية كامل، ونعاودو نزيدو نديرو نفس الطريقة، نحطوه في العظام ونزيدو نحطوه في الخبز. ولا انا سرعت الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف، لانه طويل وراهي الطريقه سهله مش راح تصعب عليكم. كما قلت لكم راني لهنا عاودت المره الثانيه زدت حطيته في العظام وزدت حطيته في الخبز، وراكم كما تشوفوا راهو يجي هايل. لهنا راح نحطه في المجمد، لكن قبل ما نحطه في المجمد راح نخليه على الاقل 4 سوايع ولا 5 من تحت، يعني مش راح نديرو اليوم بعد. اللعنة هذه مجرد فكرة، بدل اللي عندها البابي فيلم تحط بيناتهم، اللي ما عندهاش كيما انا عندي هاد الاكياس تاع المجمد راني قلبتهم لانه فيهم هذيك الصبغة راهي تطلق على الماكلة، وهذيك نكتبوا فيها التواريخ. انا حطيتهم هكا نفرق بيناتهم باش ما يلصقوليش، نخليه مدة 3 سوايع 4 سوايع ونحطهم في المجمد حتى يشربوا النكهة تاعهم كامل ونخبيوهم. حتى كيما شفتوني درت الشاورما راني نفس الشيء، راني حطيتها ما خبيتهمش آه كيما خدمتهم خبيتهم في المجمد، لا خليهم يشربوا التوابل اللي درتهم، ومن بعد حابه تخدميهم خدميهم احسن حاجه تخليهم ليله كامله يباتوا، والغدوه تخدمي تستعمليهم، وإلا كنتي ماكش راح تستعمليهم خليهم 3 سوايع 4 سوايع ومن بعد حطيهم في المجمد. لهنا راني كملت، هذه هي الكميه اللي درتها تاع سكالوب. كيما قلت لكم كمية تاع الدجاج كيما تشوفوا هذا البقايا راني مش راح نرمي العظم هذا، راني ندير به انايا لاصوص. من بعد ما نحي اللحم تاع الدجاج نحطه في نحيه ويبقى داك العظم ندير به الشوربه، ولا كيما يقولها نستعمله باش ندير به اطباق اخرى. لهنا هذه طريقه ثالثه، هي اني نرحي الطرف تاع السكروب هذوك الصغار اللي بقاو نرحيهم. وهذا لهنا الفيديو راني ما نكمله لكمش باه ما يجيش طويل، وباذن الله المره الجايه راح نكمل لكم الفيديو. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، وباذن الله راني غدوه نكمل لكم الفيديو ونحطه لكم في اليوتيوب. الف تحيه وسلام.